تعرف ان اخطر معلومة انت ممكن تعرفها او اخطر تعريف انت ممكن تعرفه هو تعرف بنفسك. انت مين؟ قيمتك بتيجي منين؟ ايه وظايفك؟ ده حرفيا اخطر حاجة انت ممكن تعملها، لان المشكلة بقى لو الانسان عرف نفسه تعريف خاطئ، الانسان ده يعني نفسيته عمره ما هتكون مستقرة. مع كل ما بيجي يتقدم في الحياة بأسئلته بتزيد، توهانه بيزيد أكتر. مع كل أزمة مر بيها بيغير النضارة اللي كان باصص بيها على نفسه وشايف بيها الحياة، النضارة دي تتكسر ويشوف تعريفات جديدة للحياة ولنفسه وللناس. ده ينشر لك بوستات بقى من نوع ايه، كل ما بيزيد وعيك او كل ما تفهم الحياة صح تعرف ان الشاي بلبن احسن من الشاي العادي ولا حاجة. وصدماته بيقابل صدمات كتير جدا في حياته. انا اتصدمت في كذا، وبعد كده ايه، لا ايه، مثلا في فترة كان ايه الناس مات ده معرفة الناس كنوز، وفي فترة تانية الناس مات ولاد 60 وفترة تالتة في ناس وناس، انت فاهم؟ فبيمر بتغيرات فكرية كتير جدا. عموما الشخص ده بيجد صعوبة كبيرة جدا في العيش بسبب ان هو ماشي في الحياة ببوصلة مش مظبوطة. يخرج من مشكلة نفسية يخش يفتها. الاكتئاب بالنسبة له بيبقى عامل زي دور البرد في أيامنا العادية دي. هدي مثال حلو قوي، يعني مثلا الكمبيوتر لو عرف جهاز من الأجهزة بشكل خاطئ، الجهاز ده مش هيعرف يأدي وظيفته خالص، أو مش هيعرف يأدي وظيفته بالصورة المطلوبة. يعني مثلا دي هيدسيت اللي هي مايك بسماعة. لو الكمبيوتر عرفها ان هي هيدفون، مش هتعرف تأدي وظيفتها كاملة، هتأدي بس جزء من وظيفتها اللي هي السماعة. طب لو عرفها مايك، هتأدي برضه جزء من وظيفتها اللي هي مايك، ومش هتعرف تأدي الجزء التاني من وظيفتها. فلو مجرد ما هو عرفها تعريف خاطئ، دي ما فيش تأدي وظيفتها كاملة. طب تخيل بقى لو عرفها ان هي ماوس، هل هتعرف تأدي حاجة من وظيفتها؟ مش هتعرف تأدي أي حاجة من وظيفتها، لأن هي يعني هي ما فيهاش مشكلة، بس هو المشكلة في التعريف الخاطئ بتاعها. ونروح بعيد ليه؟ ما عندنا في الشرع حديث في البخاري، الراجل اللي ركب على بقرة وفضل يضربها، فالبقرة بصت له كده، ايه انت بتضرب في حمارة؟ راح قال لها بيمة. ففضل يضربها، فهي التفتت ليه وقالت له إننا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فلما البقرة توظفت في وظيفة غير وظيفتها، حست بالعنت، يعني التعب الشديد، بسبب ان هي دي مش وظيفتها او ما اتخلقتش لكده. فالانسان برضك نفس الحكايه، الانسان لو تعرف تعريف خاطئ او وظف نفسه في وظيفه مش وظيفته، هيحس بالتعاسه. يعني حاله التعاسه دي خلت البقره تتكلم. فغرض الحلقه هو ان انا اقول لك دور على التعريفات الصحيحه لنفسك، وانت مين، وظيفتك ايه. بس ابعد عن الحاجات الفلسفيه او الفكريه او التنميه البشريه، لان الحاجات دي هتحط عليك مهام لا طاقه لك بها. انت اصلا نازل لك كتالوج، انت مين، وظيفتك ايه، غرضك ايه، هتروح فين، جاي منين، تمام؟ كل ده نازل لك. فانت لو رحت لحته تانية، كل حاجه انت تاخدها في الحته دي هتبقى مشوهه، حرفيا هتبقى مشوهه. يعني مثلا هقول لك على حاجه، مثلا انت لو خدت مثلا تعريفات المستقبل، لو خدته من المفاهيم الغربية أو الفلسفة، ديكارت ونيتشه والكلام ده، هتلاقي إن الإنسان أو عموما محور الكون، الإنسان ده متحكم في كل حاجة. فهو متحكم في مستقبله، هيعمل إيه في المستقبل، وكل حاجة هناك هو السبب فيها، هو إله حرفيا. أنت لو خدت المفهوم إنك متحكم في مستقبلك، دي وظيفة مش وظيفتك. الوظيفة دي كفيلة ان هي تدمر حياتك او تعيشك في ندم مزمن. مثلا حد كان ايه، اعجب بواحدة وفكر بشكل جدي في الزواج منها، ومعجب بها بشكل ما يتوصفش. فهو راح يتقدم وراح يشتغل ويشتغل على نفسه جدا ويجمع فلوس ويصرف ايه عشان يروح يتقدم، مظبوط. فهو في الفترة دي كلها ايه، جاله خبر ان هي ايه، جت مارد. فهو انا السبب، انا اللي كنت المفروض اتقدم بدري، انا لو كنت اتقدمت بدري ما كانش حصل ده كله. طب مثلا، طب حد قال له يا ابني انت اصلا لما كنت جيت، لما اعجبت بيها اصلا كانت هي اصلا مخطوبه بس كانت مثيره للخطبه، انا غلطان ان انا ما اعجبتش بيها قبل كده. فحرفيا هيفضل في ندم مزمن. حد مثلا راح فتح مشروع ضخ فيه في كل فلوسه، وحصلت ازمه زي كورونا ولا اي حاجه، فهو يفضل يقول انا لو كنت خدت بالي، انا لو كنت اعرف كذا ما كنتش حصل ده كله وبتاع. فهو السبب، فهو هيعيش حرفيا في دوامه ندم. كان ماشي في حاجه معينه، الحاجه دي ما حصلتش، فقعد ندمان، فجات له فرصه احلى، فمعرفش يستغلها عشان كان ندمان، ففضل ندمان اكتر، فجات له فرصه احلى، فضل ده كله حرفيا عشان خد مفهوم غلط، أله نفسه، خد وظيفه مش وظيفته، ان هو متحكم في المستقبل.
فنفس الانسان ده لو كان معرف نفسه تعريف صح مع كل ازمه، اتجوزت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ما كانتش ليا، ما كانتش من نصيبي خالص. الفلوس اللي اتدخلت دي كلها والخساره، ان الله وانا اليه راجعون، لله الامر من قبل ومن بعد، ده اصلا كان مال لله. فمجرد المفاهيم الغلط او النضاره اللي انت شايف بيها الحياه اتغيرت حرفيا، ان انت تعاملك مع الحياه يتغير. غرض الحلقه دي كلها من غير طول كلام، لان انا يعني اشجعك في رحله بحث عن ذاتك، تعريفاتك، قيمتك، وظيفتك، اصل كل شيء. لان الحياه والله بجد دي من اهم الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها، ان هو يشوف يعني يلبس نظاره حقيقيه، نظاره ربانيه، يشوف بيها الدنيا زي ما هي محطوطه، ويعرف اصل الاشياء. هقول لك ابسط امثله برضه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، فهو اصل المخالطه ايه هنا؟ ايه يعني المخالطه الاصل اللي هيجي منها ايه؟ الاذى. فلو الانسان كان عارف ان المخالطه الاصل فيها مش الاذى يعني، وكان متعايش في الناس اكتر، فهي صدمات كتير جدا من الناس هيجي له صدمه. طب هو لو كان عارف ان هي الاصل الاذى كان عادي يعني. انا اصلا كنت عارف حاجه زي كده، فالحياه بالنسبه له تبقى اسهل، نفسيته تبقى مستقره ساكنه، يعني صدره رحب لكل حاجه. فبجد روح اعرف نفسك والسلام. انا ممكن اسيب محاضرات، بس من افضل الحاجات اللي انت ممكن تعرف بقى نفسك انك تعمل ختمة للقرآن الكريم بتجاوب فيها سؤال: انت مين؟ وظيفتك ايه؟ قيمتك جايه منين؟ انت فاهم؟ دي يعني دي كفيلة تغير حياتك. ولو في حد عنده اقتراح في التعليقات انا هاخده واحطه في اول تعليق. يلا